شفت؟ ما قريتش التحذير اللي في الاول ليه؟ طب بص، نظرا ان انت ما قريتوش وللاسف التحذير ده مهم، هو مش هياخد 10 ثانيه بس مقابل ان انت هتفهمه. عيوب مسلسل ديكستر ان المسلسل اللي فيها عمريه زائد 18 سنه، طبعا بسبب ان هو فيه مشاهد ولان في مشاهد عنيفه ومشاهد دمويه زياده عن اللزوم بالنسبه لبعض الناس شويه. الفيديو ده ما فيهوش اي حاجه، تقدر تشوفه وانت بتاكل وبتعمل اي حاجه انت نفسك فيها، وصدقني هتستمتع جدا بالفيديو. ومفيش ناس كتير بيقدموا محتوى عن ديكستر، بس الفيديو ده فعلا هيعجبك. حتى لو انا بس عندي 1500 مشترك صدقني الفيديو هيعجبك. على مدار المواسم في مسلسل ديكستر كان في اشرار كتير جدا وقتله كتير جدا، بس اهم قاتل في رايي هو قاتل شاحنه التبريد، وهو اللي هنتكلم عنه دلوقتي في الموسم الاول. وهنشوف هل هو مظلوم ولا لا. ايه ده؟ مش هو قاتل؟ ما اكيد مش مظلوم، ما هو على اساس ان بطل الشخصيه ديكستر يعني مش قاتل متسلسل ماشي بقواعد وقوانين ابوه، هو متبنيه بس مش ابوه الحقيقي يعني. مش فاهم يعني. ودي نقطه فعلا مهمه. انا هبص هنا هل هو مظلوم في اخر من نظره موضوعيه عن المسلسل نفسه، يعني من وجهه نظر المسلسل نفسه. يعني في اخر الفيديو لو الفيديو فعلا عجبك اعمل لايك واشتراك، بس سواء عجبك او لا اكتب لي تعليق عن رايك في الفيديو. La pasión. بداية الفيديو كده خالص في أول حلقة بيكون في جثة حرفيا من غير أي ذرة دم ومتقطعة بالظبط، ودي كانت رد فعل ديكستر حرفيا. ديكستر هنا هو ده بيستنتجه ان القاتل عشان يعمل كده فهو بيحتاج شاحنة تبريد عشان يعرف ان هو يجمد الجثة الأول. ديكستر عشان يتأكد بيدور على شاحنة تبريد وبيلاقي الشاحنة اللي هو هيطاردها دي، لحد ما بيكتشف في الآخر ان الشاحنة هي اللي بتطارده. ومش بس كده، ده كمان وبترميله جثة. وده طبعا يا جدعان اول حاجه عملها القاتل، وده لديكستر هديه على اللي هو عمله كمان مع الجثه وفيها المونيكير ده. وعايزكم تاخدوا بالكم من شكله لانه مهم جدا. دب بتدور على الشاحنه اللي كانت بتطارد ديكستر وبتلاقي الشاحنه وبتلاقوا فيها الايد اللي فيها المونيكير ده. دلوقتي ركزوا عليه. بس كده ده بيلاقوا كمان جثه تطلع دب عارفاها، والعامل هنا القاتل دبسه في ان هو اللي يحرك الجثه، وديب وباتيستا بيكتشفوا كده. القاتل هنا بيخلي فيه ايد في المكان اللي ديكستر كان متصور فيه هو وعيلته زمان، فديكستر بيستنتج ان القاتل عارفه وعارف اثره. ومش بس كده، ده كمان بيسيب له رجل مقطوعه فيها كوره، وده نفس المكان ديكستر كان بيتعرض للتنمر فيه. ما تستنيش القاتل عارف كل ده منين، هنعرف اخر الفيديو. وفي حياة ديكستر في فلاش باك تاني مع ديكستر وابوه واخته كانوا في عربيه، وفي الاخر القاتل بيرمي له فيه نص حته دراع كده. بعد كده ديكستر بيدور وراه وبيلاقي الصوره بتاعت المستشفى بتاعته اللي كان متصورها مع ابوه، وديكستر بيروح المستشفى وبيلاقي توشي حرفيا ملفوف له لفه هدايا عشان القاتل عايز ديكستر يقتله، بس القاتل مش عارف قانون هاري بتاع ديكستر، فديكستر بيرفض ان هو يقتله. ديب هنا بتوعد ان هي هتنقذ توشي من القاتل، مش عارفه ايه اللي هيحصل بعدين. وكان في حد هم شاكين فيه وكانوا محاولين للتحقيق وبيحققوا معاه، هنحتاجه بعدين. نرجع لتوشي وبيقول لهم على سر القمة في الأهمية، وهو إن القاتل ريحة بقه نعناع وإن هو بيكح، وهو بياخد لبانة فيها نعناع، والنقطة دي قمة في الأهمية. ومسكوا هما بيدوروا بيلاقوا اللبانة اللي فيها النعناع أو العلبة بتاعتها بس، وده ممكن يطلعوا منها حمض دي إن. وهنا ده مسرح جريمة ديكستر اللي قتل 2، فالقاتل نط 100 عمق في عز المحيط عشان بس حرفيا يجيب الجثة عشان يثبت لديكستر حاجة، عشان يشوف إذا ديكستر هيستسلم ولا لأ. وفي نصيبة كمان بيطلع فيه طفل يعتبر شاف ديكستر، ودي ورطة كده ديكستر يعتبر شبه اتكشف. وطبعا من الخوف ديكستر بيبدأ يحلم بكوابيس، وبيحلم ان اخته بتقتله والقاتل كان في الخلفية حرفيا. وهنا الطفل لما بيجي بيرسم نفس عين ديكستر بالظبط. فديكستر بيقرر يرمي كل الحاجة بتاعته بيستسلم، بس في لحظة القاتل بيخلي حتة الدم بتاعت الجواز بتاعت ديكستر يكون عليها ابتسامة، ودي إشارة ديكستر إنه ما يستسلمش. وفي الآخر تطلع الرسمة مش ديكستر أصلا، وده من حظ ديكستر حرفيا. بيشكوا فيه بيروحوا يطردوه بالكونتينر دي. طبعا دكتور الأعضاء ده بيحاول يعلق ديب بيه. احنا عارفين ده مين كويس يعني. بيقول لها قالك يا أخ اسمه ديكستر. يا سلام، مش على أساس إنه لأن قاتل شاحنات التبريد المفروض عارف ديكستر كويس جدا جدا جدا، يطلع ده مش عارف ديكستر في الآخر. وده اللي ديكستر كان نفسه فيه حرفيا، اللي كان نفسي فيه. طبعا ما تستنيش ازاي في حلقات قليله عارف يعلق ديب بيه، هي ما شاء الله عليه كاريزما. طبعا هنا يا جدعان الحته دي ما حبيتش اتكلم عنها في الفيديو، بس لازم اتكلم عنها هنا. ان المفروض ديكستر كان رايح لدكتور نفساني عشان هو الدكتور ده بيقتل ضحاياه. ما شاء الله ما شافش هانيبال كان بيعمل في الضحايا. المهم الدكتور بيقول له اقعد فكر، وده اللي بيفكر فيه بالظبط. التفكير الغلطات والعكس.
واخيرا يا عم حياتك اتكشفت. طبعا خلاص طلع في الاخر مش هو اصلا قاتل شحنة التبريد ولا اي بطيخ، وبيظهر القاتل الحقيقي. هنا دي بتقول له انت مليء بالمفاجآت صح. وفي الاخر ديكستر كان بعت رسالة صح عشان يحاول يوقع قاتل شاحنة التبريد، وبيرد عليه وبيحصل التويست ده اخيرا. هنا ومن العدم بتيجي رسالة لديكستر ان ابوه الحقيقي مات، وديكستر هنا بيقول فين ابوه، وانا دب المفروض ان هي غيرنا منه، لحد ما السبب اصلا واللي قتل ابو ديكستر المفروض يعني كان مخطط لكل ده يعني عشان يقابل ديكستر، يعني انت فاهمني، انه يقتل ابوه عشان يبعت له الرسالة فديكستر يروح فهو يروح. عبقري. هنا كان عمال يتكلم معاه شويه بصراحه عن مواضيع تحس ان هي ملهاش لازمه، بس المشهد جامد صراحه. طبعا لحد ما ديكستر بيقرر يروح يدور بجد ورا ابوه، وبيقع في اكبر خازوق لما بيسال الجاره بتقول له ان كان في عامل التلفاز. خدوا بالكم من الحته دي، الحته قدام في الفيديو. المهم ديكستر بيروح ياخد اي حاجه من جسد ابوه، ومفروض حد بيجي بيطارده لحد ما ده بيظهر من العدم. طب انت صغرت منين وعرفت منين؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. وبيتكلم مع ديكستر شويه لحد ما بيقنع ديكستر يخلص من جثه ابوه حرفيا جنب حاجه. انا زيك ما فهمتش الفكره ليه يخلص من جثه ابوه جنب الحانه ويرميها بكل سهوله كده، انا مش فاهم الفكره. المهم بيحصل فلاش باك مهم جدا، يعني في حته يعني ما حطيتهاش قوي، وان ديكستر كان بيروح يعمل عمليه وبيحتاج دم، فالمفروض هاري ابوه وعارف ابوه الحقيقي وبيروح لابوه الحقيقي وياخد من ابوه دم عشان يديه لديكستر. وفي الاخر بيظهر على مشهد اللي هو ان ديكستر بيشكر اللي اداله دم، وبيطلع في الاخر دلوقتي هو ابوه طول الوقت ده. طب هل ده معناه ان ابو ديكستر اتخلى عنه؟ بصراحه القصه دي الموسم الاول دلوقتي. المهم ان العجوزه في الاخر بتنادي رودي كوبر اللي هو مش اسمه الحقيقي اصلا يعني، وتقول له عامل التلفاز قدام ديكستر. حرفيا ديكستر كان على وشك ان هو يتقفش على الشعر، وفي اللحظه اللي كان خلاص هيتقفش فيها كان قاعد بيضحك مع ريتا ومش فارق معاه اصلا. سألنيش ازاي، لحد ما في الاخر بتكتشف فعلا ان هي عملت اكبر غلط في حياتها واخر غلط في حياتها كمان. المهم طبعا ديكستر بيطلع دايخ ومتوتر وخايف كأنه هيغمى عليه من الخوف، لدرجة ان كله بيقلق عليه. يا سلام على مزاجك، بيسأل عادي جدا ولا كأنه هو اللي عمل كده اصلا، وهو اللي جاب ديكستر الفندق اصلا عشان يعرف الحقيقة دي. طب ليه؟ هنعرف في الفيديو اصلا، الا ان انت غالبا وانت بتشوف الفيديو انت شفت المواسم كلها، بس يعني السسبنس حتى في صوت العرض وانت عارف كل حاجة، بس السسبنس برضه. رودي كوبر بيروح يقعد مع ديكستر وبيتكلم معاه شوية اتكلموا عن شوية امور للحياة. المهم بيكون نسي تليفونه وبيروح لديكستر المختبر بتاعه عشان ياخد تليفونه. ما تسألنيش ليه رودي كوبر بيحاول ان هو يروح يعرف كل حاجة عن ديكستر، بيحاول يقرب له اوي كده على ان احنا مش عارفين السبب. طبعا انا هعرفك السبب في الاخر مع ان كلنا عارفين، بس هو السسبنس برضه فاهم، عشان اشدك لاخر الفيديو عزيزي المشاهد، بعدين كملوا للاخر خلاص انت وصلت لنص الفيديو يعني. هنا باتيستا حرفيا بيكتشف اكتشاف كبير جدا، وانا حرفيا بالصدفة بيقابل واحدة كانت راحت للدكتور رودي كوبر، يعني المفروض يعني اللي هو الدكتور مش قاتل شحنة التبريد المفروض يعني، وبيلاقي علامة المونيكير دي، وانت طبعا عارف ده معناه ايه. فهو لما بيروح لرودي كوبر ويسأله عادي جدا انت تعرف اي حاجة عن الناس اللي هي بتستشار كذا كذا انت فاهمني يعني، ورودي كوبر هنا كان هيقتله اصلا لحد ما بيحصل التويست ده بوم، بس ان احنا مش عارفين اصلا، وبيروح يحاول يقتل باتيستا كمان. يا عم ما تسيبه في حاله، هو كان عارف عنك حاجه؟ حرفيا حاول يقتل باتيستا في اخر لحظه، جم ناس وانقذوه حرفيا في اخر لحظه، كان باتيستا هيموت. محدش عارف يعني انه هيكمل في كل المواسم اللي جايه، وده انجاز كبير. المهم ديكستر بيحاول يواجه خوفه وبيروح للاوضه دي في الاخر وبيفتكر الذكريات وينام على الارض كانه مستسلم حرفيا. بنكتشف في الاخر ان دي ذكريات مدفونة جوه الدارك باسنجر، وده انا ممكن اعمل عنه فيديو مستقبلا لو حبيت. دارك باسنجر البنت اللي باتيستا حقق معانا بتضحك اخر ضحكه ليها. يلا اخرة الرذيلة. لا ومش بس كده، كمان هياخد الخاتم بتاعها، هيعمل بيه ايه هنعرف بعدين. تصور فيديو عشان يشد انتباه الشرطة بعيد عنه، لحد ما بالصدفة لما ديكستر بيروح لباتيستا بيشوف وبيكتشف الحقيقة كاملة. لان هو اوريدي كان قابل رودي كوبر وهو مجروح في شفايفه وهو كذب عليه، فبيكتشف الحقيقة. طبعا تأكيدا على انه يكتشف الحقيقة في الاخر بياخد بالصدفة عينة دم من قطنة فيها دم رودي كوبر في الاخر يعني. رودي كوبر بيروح يخطب دبرة وهي حرفيا هتبقى فرحانة جدا
مش عارفه ايه اللي هيحصل بالظبط كمان 5 دقايق. طبعا الخاتم اللي هو بيديهولها بيكون نفس الخاتم اللي كان اوريدي سرقه من البنت. قلت لك ان الحته دي هنحتاجها وادينا احتاجناها. وبيتاكد وبشكل رسمي ان رودي كوبر از ايس تراك كيلر. ديبرا مورغان، جوزيني يا دبرا اوعدك اني مش هقتلك. A few moments later. في الاخر بيقعد يتكلم مع دبرا وبيقول لها ان هذا لا يصدق، انا خطتي نجحت اخيرا. عشان في الاخر ديكستر يدور وراه ويدور للماضي بتاعه ويروح لمكان فيه حاويات، وبيحصل اشهر ميم في تاريخ ديكستر كله، يمكن واحد من اشهر الميمز في التاريخ كمان. المهم هنا دوكس بيقعد يتكلم معاه وبيقول له انا هكتشفك، انا هدور وراك وهعرف حاجه، ويا ريتك حاولت تعرف حياته يا ابني، يا ريتك عارف ايه اللي هيحصل معاك الموسم الثاني. رودي كوبر في الاخر قاعد مشغل اغاني وسامع صوت دبرا بيروح يقول لها بقول لك اخرس يا بت، انا عايز اسمع الاغنيه، مش فاهم انا ليه يعني. لا قدام دب جثه حرفيا. اكتشفوا اخيرا حقيقه رودي كوبر، وديكستر بيحاول يدور اكتر واكتر ممكن تكون ديب فين، فبيضطر يفكر انه يرجع للماضي، يرجع حرفيا للايام امه والعنوان بتاع بيت امه القديم. ومن هنا بقى بوم 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 بيطلع اسمه الحقيقي براين موسر، وبيطلع في الاخر كل ده هو اخو ديكستر الحقيقي. ديكستر بعد ما عرف الحقيقه اول حاجه فكر فيها هي ديب، وده اكبر دليل قد ايه ديب ليها معزه عند ديكستر. انا توقعت ديكستر اخوه يقتله، بس بيطلع في الاخر عايز يقعد بس يشرب خمره معاه. ما شاء الله عليك التقي الصالح، الاخ الكبير الصالح انت باي. بيحطوا ايدهم في ايد بعض على اساس احنا بقى هنرجع اخوات وكده. معرفش ايه اللي هيحصل كمان دقيقه. وفي اللحظة اللي خلاص ديب هتموت ديكستر بينقذها في آخر الثانية. مش كانوا بعد ما بينقذها بقى بيجي دوكس ولاجويرا انت عرفت منين انت مش عارف كذا، وبيجي المشهد الأسطوري ده وهي بتدافع عنه. أول ما بيقعد معاها في عربية الأسعاف بتقول له لماذا اختارني يا ديكستر؟ لأن كان المفروض أخته المتبناه يعني هو أخوه الحقيقي وهو غيران، فهو عايز يبقى أخوه بس يعني غيرة إخوات يعني. دي أقرب إجابة جت في دماغي. قول لي أنت إيه رأيك؟ هنا باين بعد ما بيحس ان ديكستر خانه بيحاول ان هو يقتله، بس بيطلع هو الضحية في الاخر. وبكل صراحة المشهد ده ايقوني قوي، بكل صراحة مشهد وهو بينزل دمعة خيبة الامل، وان كل اللي خطط له اتدمر في الاخر، حاجة تجيب الحسرة في الاخر. وبس هنا ديكستر بيقتل براين موسر، في الاخر بيتقال ان هو انتحار، والقصه دي كلها بتنتهي. بنكتشف في الاخر دوكس كالعاده بيراقب ديكستر، ويا ريتك يا دوكس ما عملت كده وبس. وبقينا اخيرا خلاص وصلنا لاخر الفيديو، فاحنا دلوقتي هشرح لك باختصار القاتل عامل ايه عشان يوصل لديكستر على مدار المسلسل. القاتل حرفيا عشان يوصل لديكستر علق ديبرا بيه من العقده اللي عندها، وانا هبقى اعمل فيديو شورتس بالتفصيل عن ديبرا يعني، بس بدون التطرق. ديبرا شخصيه تعتبر مهمله خاصه في الموسم الاول، ما كانتش واخده الاهتمام اللي هي تستحقه، والسبب ده اول واحد اداها اهتمام اللي هو براين موسر، على اساس ان هو رودي كوبر اداها كل الاهتمام اللي هي عايزاه، اتعلقت بيه. ولما شافت ان هو فتح قلبه لديكستر بسرعه غارت عليه حرفيا من شده ما هو استغل العقد اللي عند ديبرا من غير اي ذره مبالغه. وصلت بديبرا لمرحله ان هي بعدت بنسبة 1,000,000% ان هي تشك فيه. ومش بس كده، ده اول ما عرض على ديبرا ان هي تتجوزه ما ترددتش لحظة في ان هي توافق. كل ده عشان في الاخر يقتلها عشان بس يوصل لديكستر. قعد عمره كله يخطط عشان يوصل لديكستر، وفي الاخر لما حط ديكستر في الاختبار النهائي، اما انك تختار قوانين ابوك وديبرا ولا لا، لان ديكستر ما بينه وبين ديبرا تواصل انساني حقيقي، ديكستر اختار ديبرا وتخلى عنه، وخاصة ان هاري هو كمان اتخلى عنه، فهل هو مظلوم ولا لا في رأيي؟ اخر حاجه خلاص في الفيديو يعني معلش اسمع الحته دي. طبعا بالمناسبه الشخصيه دي هيبقى لها المفروض دور مهم جدا في ديكستر اوريجينال سين، وهنعرف عنه حاجات كتير جدا وعن ماضيه اكتر وعن قصه ديبرا وعن ماضيها اكتر. فلو حابب ان انا اتكلم عن فيديو عن ديكستر اوريجينال سين قول لي، لو مش حابب لا، لو حابب نقفل الفيديو على كده تمام، حابب نتكلم عن ديكستر بشكل اكبر قول لي، اكتب لي تعليق لانه فعلا مهم، واشترك واعمل لايك.